ليه مشاهير السوشيال ميديا بيعملوا كونتنت دايما بيجو فايرال؟ الموضوع عمره ما كان حظ. مستر بيست قالها بنفسه. I could start a new channel tomorrow with not using my face or my voice, like without ever promoting it, and in 6 months have 20 million subscribers. I just could. It's purely knowledge. Like, if you knew what I knew, you could get 10 million views a video. ولما ابتديت احلل المحتوى بتاعهم اكتشفت ان في 3 استراتيجيات ثابته دايما عند كل المشاهير دول. اول حاجه ان هم دايما عندهم خطه واضحه، مش بينزلوا الفيديو وخلاص، لا، كل فيديو ليه هدف، يا تفاعل يا بيع يا انه يلفت انتباهك باي طريقه. تاني حاجه الستوري تيلينج، ودي من اكتر الحاجات اللي بتميزهم. مش بيشرحوا لك الموضوع بشكل ممل، لا، دول بيحكوا قصه تخليك تكمل الفيديو، ومش بس الفيديو، تخليك تشوف كل محتواهم من غير ما تزهق. تبدأ بالحاجة الغريبة، تربطها بالمعلومة، وفي الآخر توصل للحل. تالت حاجة وهي الكواليتي. الفيديو لازم يكون هاي كواليتي، بس ما تفهمنيش غلط، مش لازم كاميرا غالية، مش لازم مايك احترافي، بس لازم يكون في صوت واضح وصورة مريحة للعين. ولو بعد كل ده لسه حاسس ان الموضوع حظ، فتعال اقول لك